يعني الجدول التمريني يكون فيه فيرايتي. اولا انا عامل عدات مهم جدا عشان توصل للهدف، ان انا احاول ازود الحمل التدريبي بتاعي. عشان ازود حجم عضلاتي العب باوزان كتير اعداد قليله ولا العب باوزان خفيفه اعداد كتير؟ تابعونا في الفيديو ده للاخر. هنتكلم النهارده عن الاعداد بشكل عام، وايه الفرق بين الاعداد الكتيرة والأعداد القليلة والأعداد المتوسطة من حيث الضخامة العضلية والقوة وزيادة التحمل. وهنقول رأي كام بحث كده احنا قريناهم من حيث الزيادة العضلية. وهل ده عملي أصلا إن أنا أتمرن بأوزان خفيفة أعداد كتير؟ هل ده عملي أصلا في زيادة العضلات ولا لأ؟ حلقة دسمة جدا، متنساش إن أنت تدوس لايك وتعمل اشتراك على القناة، ده هيساعدنا جدا في صناعة المحتوى. الريبس او الريبيتيشن او الاعداد هي عدد التكرارات اللي انت بتقوم بيها التمرين ده. يعني مثلا لو انت اتقالك في الجيم ان انت تلعب تمرين معين 3 في 12، يعني انت هتلعب 12 عده ثم 12 عده ثم 12 عده يتوسطهم فترات راحه. اولا عامل عدات مهم جدا عشان توصل لهدفك زي ما قلنا في الاول، ان انت هدفك ايه في الاساس. يعني في حاجه في التدريب اسمها التخصص او سبيسيفيتي او السبيسيفيتي، التخصص بتاعك. انت عايز تعمل ايه؟ عايز تزيد كتله عضليه، عايز بتجري ماراثونز، عايز يبقى عضلتك عندك قوه تحمل اكتر، عايز تزيد قوه لعب رفع اثقال، كل ده هنتكلم عنه. اولا العدات مهمه في تحديد الهدف زي ما قلنا. العدات ضلع من مثلث اساسي اللي هو الاعداد والمجاميع والشده، وده اللي بنسميه الحجم التدريبي او الفوليوم. وده ذكرناه في الحلقه اللي فاتت بتاعت بروجريسيف اوفرلود، ودي كانت اول حلقه لنا على اليوتيوب. ولو ما شفتهاش هسيب لك اللينك هنا، ان انت هنا او هنا يعني تدخل تشوفها وتعمل لنا لايك عليها وتقول لنا برضو اسئلتك في الكومنتات. يبقى كده العدات ما هي الا وسيله ان انا احاول ازود الحمل التدريبي بتاعي. وفي علاقه كده طرديه بين الاعداد والاوزان، طرديه كده بين الاعداد والاوزان. كل ما كان الوزن اعلى كل ما الاعداد بتاعتنا قلت، والعكس صحيح. دايما بتشوف لعيبه كمال اجسام ممكن بتتمرن من 6 ل 12 عدات، وساعات ممكن ياخدوا الاعداد بتاعتهم الى 15 و20 عد في مجموعه الواحده. والناس بتبقى عندها عضلات وشيك وجامدين وعلى المسرح هدفهم الاساسي ان هم الزياده العضليه. وفي الكفه الثانيه ممكن تلاقي لعيبه قوه بدنيه بيلعبوا من 6 لعده واحده، وبرضه هتلاقي جسمهم شيك وكويس، وفي منهم عندهم عضلات. وده بيقول لك ان انت الافضل ان انت تتمرن من 6 الى عده واحده من العده القصوى بتاعتك. وفي منهم بيقول لك لا اتمرن من 6 ل 12 ولا اطلع لل 20. طب ايه الصح اصلا في بناء العضلات؟ انا سمعت هعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. هنعرف في الحلقه دي ايه الرينج المناسب للزياده العضليه، تابعها للاخر وهتعرف رايي في الاخر. معظم المدربين المعتمدين من منظمات زي ايس ونسم هيرجحوا ان انت تتمرن من 6 الى 12 عده، وده زون كويس قوي للهايبرتروفي. بتتمرن بشده وزن من 67 الى 85% من الوزن بتاعك اللي تقدر تشيله في عده واحده. وده ممكن يكون منطقي شويه. يعني انت الوزن تقدر تجيب بيه 15 او 20 عده، في الغالب بيكون خفيف نسبيا، او انت في اختيارك الوزن هتختار وزن خفيف نسبيا، مش هيأثر بشكل ايجابي على العضلات. يعني نعمل لها ادابتيشن وتأقلم العضلات بتاعتك تزيد. والاوزان الثقيله جدا اللي انت بتعمل من عدتين او عده واحده مش بتحس بالبامب او الحرقان بتاع اللاكتيك اسيد ده، وممكن تتصاب لو انت لسه جديد في الجيم. يعني بيعتبر كده ان انا قلته ده يعتبر من 6 ل 12 زون حلو جدا ان انت تزيد عضلات، بس ما كانش فيها ابحاث كتير بتاكد الكلام ده. في دراسه اتعملت سنه 2002 على 32 شخص ما كانوش بيتمرنوا، كانوا لسه مستجدين. قسموهم الى جروبين. جروب كان بيلعب 4 مجاميع من 4 ل 5 عدات، وجروب تاني كان بيتمرن 3 مجاميع من 9 الى 11 عد. المجموعه اللي كانت بتلعب اعداد قليله لقيت في قوه، لقيت في كفاءه في العده القصوى وكفاءه في الاوزان وقوتهم زادت. والمجموعه اللي كانت بتشيل اوزان متوسطه برضو حصل لهم ادابتيشن واوزانهم اتحسنت في رينج الاعداد بتاعهم. ومن ناحيه الهايبرتروفي او الزياده العضليه لقوا الاثنين كانوا نتائجهم متقاربه جدا على مدار 8 اسابيع. مده الدراسه دي كانت 8 اسابيع. هم قالوا في الدراسه دي ان الاعداد القليله والمتوسطه ممكن تؤدي الى نفس الزياده العضليه، طالما ان المعدل العداد دي بيحصل نتائج متقاربه لو بتتمرن بنفس الحمل التدريبي. وفي دراسات كتير الفتره الاخيره قالت ان انت ممكن تبني نفس كميه العضلات باوزان خفيفه ومتوسطه وعاليه. ملخص الابحاث دي بتقول لك ان انت ممكن تعمل عضلات لو انت بتتمرن بحجم تدريبي عالي او بتوصل قرب الفشل العضلي. هل بقى موضوع الاعداد القليله ده فعال على ارض الواقع ولا لا؟ الحقيقه هيكون صعب شويه ان انت تختار وزن خفيف تلعب بيه من 20 او 25 عده عشان توصل بيه للفيلير، او هيكون بالنسبه لك
هيكون من وجهة نظري صعب شوية. في الحقيقة هيكون صعب ان شخص يختار وزن ان يوصل بيه ل 20 او 25 عدة يوصل بيهم للفيلير، وفي سلبيات كتير خصوصا لو شخص مبتدئ. والموضوع ممكن تلاقيه ممل شوية ان انت تلعب تمرين 21 25 عدة 30 عدة، فالموضوع ده مش هيبقى لطيف. يعني تخيل الكوتش بيقول لك روح العب لي البار 30 او 25 عدة، انت هتحس ان هو الكوتش بيبعتك فهتزهق. في الغالب هتختار وزن اصلا مش فعال، فمش هتلاقي اي نتيجة اساسا من تمرينك. يعني الكلام الدراسة اللي انت قلتها بتاعت 2002 دي غلط؟ لا، هو يعتبر مش غلط لان الناس اساسا كانت لسه داخله تتمرن، فاي تغيير جديد عليهم هيبقى فيه زياده عضليه. وبرضه الدراسة يعني أهملت شوية حتة الفروق الفردية بين الأفراد. الدراسة مش غلط، في ناس كتير أصلا بتقع في مشكلة إن هم مش بيتمرنوا بصورة قوية كفاية عشان يحصل لهم ماسل ادابتيشن، وغير كده في عوامل كتير في الزيادة العضلية. يعني إن في مشكلة بتواجه الناس في الجيم أصلا إن هو يحدد الوزن اللي هو هيلعب بيه، خصوصا لو كان مبتدئ. بمعنى إنه لو اختار وزن إنه يلعب بيه 12 عدة، هو فاكر انه هيجيب 12 عده بالوزن ده، بس انت لو ضغطت عليه هتلاقيه جاب 14 و16 كمان. العدتين او الاربع عدات دول ممكن يفرقوا جدا في موضوع الماسل هايبرتروفي والزياده العضليه. فموضوع ان هو يختار وزن فعال دي مهمه جدا. في جزء سلبي للعدات الكتير، العدات الكتير عشان تاخدها للفشل العضلي تاخد وقت طويل منك، وده ممكن يخليك غصب عنك تسرح عن اداء التمرين، او ان انت ما تأديش التمرين بصوره صحيحه وتتعب العضلات المثبته مثلا لو انت بتتمرن حركه كومباوند، وممكن تتصاب. ممكن يحصل لك اصابه نتيجه ان انت مش واخد بالك او الفورم بتاعك اختلف. لكن التمارين اللي انت ممكن تاخد فيها اعداد عاليه هي تمارين العزل اللي انت شغال فيها مفصل واحد كامل. نيجي بقى كافه الاوزان الثقيله، الزون اللي بحبها بصراحه. لا، الاوزان الثقيله جدا واعداد قليله ممكن تكون كويسه لو انت هدفك زياده القوه بس. لو انت لاعب باور ليفتر وهدفك ان انت تزود معدل الرفع الواحده او معدل الطاقه المبذوله في حركه واحده، لكن الزياده العضليه ممكن تضطر ان انت تلعب مجاميع عاليه ياثر على المفاصل مع الوقت. طب ايه الافضل للزياده العضليه ليا مع زياده القوه؟ خلي بالك لو انت لعبت بوزن تقيل اعداد قليله او متوسط اعداد متوسطه من 6 ل 12 او وزن خفيف من فوق 15 عدد، ده بيشغل انظمه طاقه مختلفه. فخلي بالك، هقول لك قاعده عامه احنا كلنا عارفينها عن الاعداد عموما. لما بتيجي تلعب من 6 عدات لعده واحده انت في الغالب بتكون بتستهدف القوه البدنيه. تيجي تتمرن من 6 ل 12 تستهدف الضخامه العضليه، ومن فوق 15 انت بتستهدف التحمل. عشان تبني عضلات كده في زوم بنحب نروح لها للزياده العضليه مع القوه اللي هي من 3 ل 5 بدل من عده لعدتين. دي افضل زون الزياده العضليه لو كان الوزن فيها تقيل نسبيا وبيشكل تحدي ليك، لان القوه كده كده اصلا عامل مهم في الزياده. انت مش هتقدر تشيل وزن لو ما كانش فيه قوه وما كنتش قوي، العضله ما فيهاش الفورس انها تطلع الوزن. في سيستماتيك ريفيو كده ان الاوزان العاليه ليها افضليه شويه في الزياده العضليه مع الاعداد القليله. لو انت شخص جديد بقى اول مره تدخل جيم ولسه بتتعلم الحركات، ما يفضلش ان انت تلعب من رينج اعداد من 1 ل 6 ده خالص. فانت هيبقى صعب عليك ان انت تلعب باوزان تقيله لان لسه جهازك العصبي بيتعود على الحركه. فان انت تتمرن من 8 ل 15 عده في المجموعه الواحده هيكون كويس جدا ان انت يحصل تاقلم عضلي عصبي مع الحركه، وان انت كده كده اوريدي بتحط حمل على جسمك زياده جدا اول مره يتحط عليه، فبالتالي هتشوف زياده عضليه وهتلاقي في زياده في قوه التحمل وهتلاقي في زياده في القوه بتاعتك مع الوقت، وتقدر بعد كده بعد ما تحترف الحركه تقدر تقلل الاعداد وتزود اوزان براحتك عشان تقي نفسك. طب انا قديم وبقالي فتره وعايز ازود المكتسبات العضليه، يبقى انت كده هتتمرن من 5 ل 12 مجموعه واوزانك هتكون من 67% ل 87% ل 90% من العضله القصوى بتاعتك. لو انت بتلعب مثلا في البار المسطح 100 كيلو هتختار 85% من الوزن ده، 85 كيلو هتلعب بيه 4 ل 6 عدات. يفضل التمارين المركبه زي البار والسكوات ان انت تاخدها لعدات قليله شويه بحيث ان انت تبني قوه فيها. ده لو انت مش جديد ويعتبر محترف وعايز تبني قوه وزياده عضليه مع بعض. التمارين المركبه اللي بتشغل اكثر من مفصل ممكن تطلع فيها باعداد قليله شويه الاوزان عاليه، والتمارين اللي بتشغل مفصل واحد زي البيك ديك فلاي والليج اكستنشن ممكن تاخدها للفيلير باعداد عاليه. التمرين يكون فيه فيرايتي، يكون فيه تنويع بين الاعداد المختلفه دي بحيث ان انت تكون مرنت جميع الالياف العضليه بتاعتك واستهدفت كل الالياف العضليه وحققت الهدف اللي انت بتتمرن عشانه. وانا ممكن اقسم الاعداد بتاعتي ازاي؟ انت ممكن تعمل بريودايزيشن 3 اسابيع مثلا ان انت تزود قوه التحمل فيها، او ان انت تزود القوه القصوى بتاعتك، او تزود القوه العضليه، او تعمل بريودايزيشن في التمرينه الواحده ان انت تمرينك يبقى فيه تمرين كومباوند باعداد قليله ووزن تقيل، تمارين عزل الاعداد فيها اعلى شويه، يبقى في فرايتي في السيشنز نفسها. وده اللي في الغالب انا بحب استخدمه مع العملاء، وسواء بنشتغل على القوه والزياده العضليه مع بعض وقوه التحمل برضه. بكده يبقى انت عرفت ان من عده واحده ل 6 عدات انت بتشتغل زياده القوه، من 6 عدات ل 12 ضخامه عضليه،
من فوق 12 تحمل، وكل اللي احنا قلناه فوق ده طالما بيؤدي الى ماسل ادابتيشن ووزن يكون صعب بالنسبه لك وتقيل نسبيا، او ان انت بتحاول تتقدم فيه، هتلاقي زياده عضليه. هتلاقي زياده عضليه على حسب جيناتك، على حسب النوم بتاعك، على حسب اكلك، على حسب حاجات كتير. يعني البشر مش زي بعض، لكن انا حبيت افرز كده الاعداد بمعنى اصح، او معنى الاعداد. يعني الاعداد مش ارقام كده وخلاص، الاعداد بيكون ليها اهداف معينه احنا بنمشي عليها. لازم تمرينك كده يكون فيه تنويع على فترات، وتعمل زياده تدريجيه في الاحمال. ولو ما شفتش الفيديو بتاع الزياده التدريجيه هسيب لكم اللينك بتاعه. ما تنساش اللايك والشير. والفيديو ده احنا صورناه بتاع اكتر من 8 مرات عقبال ما طلع بالشكل ده، فيا ريت لايك وشير، وتسيبوا لنا في الكومنتات انتوا عايزين الحلقه الجايه عن ايه، وهسيب لكم اللينك بتاع صفحه الفيسبوك، ما تنسوش تعملوا لايك عليها. وما تنسوش تدخلوا تسالوا على عرض رمضان خصم 50% من مطبوعات اونلاين، وادخل تشوف تقييمات الناس على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا، هنسيبها في الديسكريبشن تحت. وشكرا. اوت.